السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله نعمل مع بعض وصفه سهله وبسيطه جدا. هنعمل كيكه الشاي، كيكه سهله ما بتاخدش اي وقت، وهنعملها من غير مضرب كهرباء ولا خلاط ولا اي حاجه، بس النتيجه بتاعتها بتطلع تحفه. كيكه هشه خفيفه اسفنجيه. كمان هقول لكم ازاي لونها يطلع فاتح كده من جوه، وازاي الكيكه تطلع مساويه ما يطلعش جنب عالي وجنب واطي. هقول لكم كل اسرار نجاح الكيك اللي تنجحها معاكم وتطلع بالجمال ده. شايفين عاملة ازاي؟ المسامات بتاعتها ضيقة، التسوية بتاعتها مظبوطة، ولونها فاتح. وهو مكون واحد بس هو السبب في اللي بيخلي الكيكة معاكم كده فاتحة. يلا بينا نشوف الطريقة والمقادير هنعملها ازاي مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجة نبدأ فيها قبل ما نجهز الكيك هي الصينية، لازم كده نكون محضرينها قبل ما نبدأ في تحضير الكيكة. معايا صينية، الصينية تفضل طبعا تكون ألمونيوم عشان بتوزع الحرارة حلو جدا. مقاس 22 او 24 زي ما انتوا حابين. حجم الصينية هو اللي بيفرق معانا في ارتفاع الكيك. يعني لو عايزين الكيكة ارتفاعها اعلى بتصغروا الصينية، ولو عايزين الكيكة ارتفاعها اقل بتكبروا الصينية. بدهنها كده بمعلقة زيت او زبدة زي ما انتوا حابين، وبنبطنها بقى كويس جدا من الدقيق، وبننزل الدقيق الزيادة ده كده بيكون شكلها. مش لازم ابدا الحلة بتاعة التورتة، انا بس عشان مش عندي الصينية التانية فانا استخدمت الحلة اللي هي بتاعة التورت، لكن اي صينية عندكم تنفع. بعد ما حضرنا الصينية هنبتدي بقى نحضر المقادير الجافة. لازم كده نحضر كل حاجاتنا علشان ما ناخدش وقت كده ونشتغل في الكيكة على طول، عشان أول ما نخلصها لازم ندخلها الفرن على طول. معايا كوبايتين من الدقيق، وأنا مستخدمة الكوباية المعيارية اللي وزنها 200 مللي. ده دقيق لجميع الأغراض. طبعا نكون نخلينه كويس جدا عشان الكيكة تطلع معانا هشة. ضفت عليها رشة من الملح وربع كوباية من نشا الذرة. نشا الذرة بيدي نعومة وطراوة حلوة قوي للكيك، وبيخليها بجد تحفة، متستغنوش عنها. بعد كده معايا معلقة كبيرة من البيكنج باودر، يعني 16 جرام. انا استخدمت بيكنج باودر بتاع دريم حلو جدا، مش كيك شيف، لا بيكنج باودر دريم. بقلب بقى المقادير الجافة بالمضرب اليدوي عشان اوزع البيكنج باودر مع الدقيق، علشان الكيكة لما تيجي تستوي ما يطلعش جنب عالي وجنب واطي، وتطلع كده كلها مساوية زي ما شفناها مع بعض في اول الفيديو. في حاجة مهمة جدا، الناس اللي بتشكي ان الكيكة بيطلع فيها جواها نقط غامقة او بتطلع غامقة من جوه، ده بسبب البيكنج باودر يا جماعة مش السكر. استخدموا نوعية بيكنج باودر كويسة، هو ده اللي بيخلي الكيك يطلع معاكم فاتح. انا مستخدمة سكر التموين وبعمله بيه، وانتوا عارفين ان سكر التموين بيكون غامق ومش بيأثر خالص على الكيكة. وشوفنا مع بعض الكيكة ما شاء الله لونها طالع ابيض وحلوة جدا جدا. يبقى اللي بيقول ان السكر هو اللي بيغمق الكيك، لا مش السكر، ولا كمان الفانيليا السايله، عشان في ناس بتقول ان الفانيليا السايله ما تستخدمهاش عشان بتغمق الكيك. والله ابدا يا جماعه، انا مستخدمه هو الفانيليا السايله، وزي ما شفنا مع بعض الكيكه طالع لونها فاتح وحلو جدا جدا. لكن عايزين تستخدموا فانيليا بودرة او فانيليا سايله زي ما انتوا حابين، انا بس بقول اللي عنده فانيليا سايله وعايز يستخدمها مش هتأثر في لون الكيك. بالنسبة بقى للمقادير السائلة، معايا 4 بيضات بحجم يعني يكون كده حجمه كبير، وكمان يكون بدرجة حرارة المطبخ، ما ينفعش البيض يكون ساقع من التلاجة، لو هو في التلاجة بنطلعه قبلها بساعة. بعد كده ابتديت ان انا احط معلقة صغيرة من الفانيليا السايلة، ومعايا كوباية من السكر حبيبات يعني 200 جرام. وممكن تستخدموا 3/4 كوباية زي ما انتوا حابين، انا ساعات بعملها كوباية وساعات بعملها 3/4 كوباية، الاتنين حلوين. مش هنستخدم بقى خلاط ولا مضرب كهرباء ولا اي حاجه، حبيت ان انا اعملها كده بالمضرب اليدوي عشان اوريكم قد ايه ان الكيكه سهله وبسيطه ومش محتاجه اي حاجه وبتطلع نفس النتيجه، علشان اللي ما عندوش خلاط او مضرب كهرباء يقدر يعمل الكيكه بكل سهوله. ببتدي بقى ان انا اقلب كويس جدا كده في اتجاه طبعا واحد، انا غلط ان انا رحت وجيت يمين وشمال، لا بنعمل كده في اتجاه واحد لحد ما نلاقي ان السكر داب، وكمان لون البيض كده افتح معانا. الخطوة دي مهمة جدا جدا. ناس كتيرة قوي بتشكي بتقول ان الكيكة لما بتيجي تعملها وش الكيك بيكون ملزق، ده بسببين. اول سبب كمية السكر كتيرة في المقدار، تاني حاجة ان احنا مدوبناش السكر كويس، فخلي بالكم من الملاحظات ديت. بفضل بقى نقلب كده لحد ما اللون كده يفتح واتاكد ان السكر داب. حاجه مهمه برضو عايزه اقول لكم عليها، وانتوا بتكسروا البيض ما تحطوش البيض كده على بعضه مره واحده وانتوا بتكسروا، عشان ممكن تلاقوا بيضه بايظه. فبنكسره كده الاول في طبق، نلاقيها سليمه بنحطها في الطبق اللي احنا هنشتغل بيه. شايفين السكر ابتدى يدوم معايا واللون كمان ابتدى ان هو يفتح. بعد ما ضربت البيض والسكر والفانيليا واتاكدت كده ان السكر داب معايا ولون البيض افتح زي ما احنا مش شايفين كده، هبتدي ان انا اضيف باقي المقادير. مقاديرها سهله جدا، انا بشرح لكم كل حاجه بالتفصيل عشان تعملوها وان شاء الله تنجح معاكم. عايزه اقول لكم ان الكيكه دي معتمداها وان شاء الله هتطلع تحفه، هتعجبكم جدا جدا ومش هتبطلوا انتوا تعملوها. وهسيب لكم المقادير في اخر الفيديو بالكوبايه وبالجرام.
ضفت عليها بعد كده 3/4 كوبايه من الزيت النباتي، وطبعا يفضل نوعيه الزيت تكون كويسه ما يكونش ليها ريحه عشان ده هيأثر على طعم الكيك. وبضرب كده تقريبا لمده دقيقه لحد ما الاقي الزيت اتقلب كويس كده مع البيض والسكر ومبقاش المقادير فاصله عن بعضها. يعني بصوا ما خدتش كمان الدقيقه كلها. كمان معايا 3/4 كوبايه من الحليب الدافي، وما تقلقوش مش هيسوي البيض ولا اي حاجه، لان احنا ضاربين البيض والسكر والزيت كويس جدا، فمش هيسوي البيض ولا اي حاجه زي ما احنا شايفين كده. وبقلب لمده ثواني لحد ما الاقي بقى المقادير كده اختلطت مع بعضها كويس جدا، وما بقتش المقادير كده فاصله معايا. وشايفين اللون فاتح معايا ازاي، ولا استخدمنا بقى مضرب كهرباء ولا خلاط ولا اي حاجه. كيكه ما بتاخدش اي وقت. هبتدي ان انا اضيف بقى كل المقادير الجافه اللي احنا جهزناها مع بعض في اول فيديو، وهرجع انخلها تاني. عايزين كيكه تطلع معاكوا هشه، انخلوا المقادير الجافه مرتين 3 مرات. كل ما بننخل المقادير الجافه كل ما الكيكه بتطلع معاكوا هشه وخفيفه وما تكونش مكتومه. كده خلاص بعد ما نخلت بقى المقادير، طبعا كنت نخلها في الاول ونخلتها تاني، وضفت باقي المقادير اللي كانت موجوده في الطبق. طبعا لازم ننزل بكل المقدار، ما نسيبش اي حاجه عشان المقدار يطلع معانا مظبوط في اتجاه واحد، وهنبتدي ان احنا نقلب لحد ما الخليط كده معانا يكون متجانس، وما نروحش ونيجي يمين وشمال عشان ما نخرجش الهواء اللي احنا دخلناه. وبرضه نجيب كده الجوانب عشان بيكون فيها دقيق علشان يختلط معانا كويس، ونتأكد ان مفيش دقيق كده في الطبق من تحت علشان المقدار معانا يكون مظبوط. وبرضه ما نبالغش في التقليب، يعني مجرد كده نلاقي ان الخليط خلاص بقى ناعم ومتجانس ومفيهوش اي تكتلات نوقف تقليب، لان كتر التقليب هينشط العرق الموجود في الدقيق وهيخلي الكيكه تنشف معاكم بعد التسويه. احنا عايزينها هشه وخفيفه، وده القوام بتاعها بيكون مظبوط جدا، ما بيكونش تقيل ولا خفيف. هنحضر بقى الصينيه اللي احنا جهزناها مع بعض في اول فيديو، وهبتدي ان انا انزل بكل كميه العجين، مش هسيب فيه اي حاجه. بالنسبه للتسويه عشان دي مهمه جدا عشان الكيكه تطلع معاكم مظبوطه، انا بشغل الفرن قبلها ب5 دقايق، مش قبلها ب10 دقايق ولا ربع ساعه ولا اي حاجه، 5 دقايق بس. بشغله على درجه حراره 180 وبدخله على الشبكه اللي في النص، ومش بشغل عليها الشوايه، وبسيبها تقريبا 40 دقيقه ل 45 دقيقه حسب الفرن عندكم. يعني انتوا بعد 40 دقيقه ابتدوا ان انتوا تتابعوا الكيك. اول ما نلاقي وشها احمر واستوى نبتدي ان احنا نطفي الفرن، وبسيبها دقيقتين 3، وبعد كده ابتدي ان انا اطلعها وبسيبها كده على رخامه لحد ما تبرد تماما. ما نحاولش ان احنا نقلبها ولا نسلكها وهي سخنه او دافيه عشان ما تكسرش معانا. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. ودي الكيكه بعد ما استوت معايا، شايفين طالعه عامله ازاي؟ عايزه لكم ريحتها حلوه جدا، لونها تحفه، ومن غير ما نشغل عليها الشوايه. كمان بضغط لكم عليها عشان تشوفوا قد ايه ان الكيكه هشه وخفيفه، اكنها بالظبط كده كيكه اسفنجيه. انا متاكده ان شاء الله ان الكيكه دي هتعجبكم جدا جدا. هبتدي بقى ان انا اقطعها كده مربعات، او ممكن تقطعوها مثلثات زي ما انتوا حابين، ايه التقطيعه اللي انتوا حابينها. بس انا حبيت كده اقطعها مربعات زي ما كانوا بيعملوها اهالينا زمان كده مع كوبايه الشاي. قطعوها بقى الحجم اللي انتوا عايزينه. بصوا بقى الكيكه من جوه، بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. لونها فاتح، هشه جدا، خفيفه، المسامات بتاعتها ضيقه. كيكه بجد ولا غلطه، جربوها على ضمانتي وانا متاكده ان شاء الله ان هي تعجبكم. طعمها حلو جدا. امشوا بس على نفس المقادير والخطوات وان شاء الله هتنجح معاكم من اول مره، وهتعتمدوا الكيكه دي ومش هتبطلوا ابدا ان انتوا تعملوها. هقطعها كمان معاكم عشان تشوفوا من جوه قد ايه ان الكيكه مستويه وحلوه جدا. وكمان زي ما قلنا مع بعض لازم نقلب المقادير الجافه عشان سطح الكيكه كده يطلع مساوي وما يطلعش جنب عالي وجنب واطي. وبصوا بقى التسويه من تحت بجد تحفه. اتمنى يا رب ان الكيكه تكون عجبتكم وتجربوها كده بألف هنا وشفا مع كوبايه شاي او كوبايه لبن. ان شاء الله هتعجبكم. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، وصفه جديده. مع السلامه.